وليه نفضل نصنع اسمنت من مواد خام جديده واحنا عندنا جبال من مخلفات البناء ممكن نرجع نستخدمها تاني باحسن شكل ونعيد تدويرها صح؟ اول معلومه معانا النهارده هي اعاده تدوير ركام المباني، اللي هو كسر الخرسانه وطوب وبقايا المباني اللي بتتهد وتحويلها لاسمنت صديق للبيئه وعالي القوه ومنخفض الكربون. وغالبا الحاجات دي كانت بتترمي او بتستخدم في حاجات بسيطه زي رصف الطرق، لكن المهندسين والباحثين قدروا في الفتره الاخيره يحولوها لماده بتدخل في صناعه الاسمنت. الفكره بدات لما فريق بحثي من جامعه برينستون في امريكا وساو باولو في البرازيل سالوا نفسهم وليه نفضل نصنع اسمنت من مواد خام جديده واحنا عندنا جبال من مخلفات البناء ممكن نرجع نستخدمها تاني باحسن شكل ونعيد تدويرها صح. فاكتشفوا بعد البحث ان هم ممكن يطحنوا الركام ده لحد ما يتحول لماده ناعمه جدا، وبعد كده يعرضوه لعمليه تسخين في 500 درجه مئويه، والدرجه دي كفايه ان هي تعيد تنشيط خصائص الاسمنت كماده رابطه قويه ومن غير ما تكسر كربونات الكالسيوم، وده اللي بيقلل انبعاثات الكربون بشكل كبير جدا. طبعا في الاول ظهرت تحديات كتير عشان الاسمنت المعاد تدويره كان بيمتص ميه اكتر وده بيقلل قوته، لكنهم لقوا الحل وهو اضافه كميات صغيره من الاسمنت البورتلاندي المطحون. وفعلا دلوقتي بقوا يستخدموا الاسمنت ده في البناء مره ثانيه، واكتشفوا ان النوع ده من الاسمنت بيقلل انبعاثات الكربون بنسبه توصل ل 40%، في وقت ان الاسمنت العادي بيتسبب في حوالي 8% من الانبعاثات العالميه. يعني احنا هنا مش بنتكلم عن اختراع، لكن بنتكلم عن حل حقيقي لواحده من المشاكل البيئيه المهمه.